مرحبا يا أصحاكي، هنتعلم مع بعض قصص جميلة من قصص الأنبياء. النهاردة هنتكلم عن قصة من أحلى قصص الأنبياء، فيها حاجات هنتعلمها ونفهم منها إزاي نكون أطفال كويسين. جاهزين؟ يلا نبدأ. في زمان بعيد قوي، قبل ما يبقى في ناس ولا أرض ولا سماء، كان ربنا موجود وقرر يخلق أول إنسان اسمه آدم. ربنا خلق آدم من طين ونفث فيه من روحه، فبقى إنسان حقيقي بيعرف يتكلم ويفكر. ربنا علم آدم كل الأسماء، أسماء الحيوانات والنباتات والحاجات حوالينا. ربنا أمر الملائكة يسجدوا لآدم، كلهم سجدوا ما عدا إبليس، رفض واتكبر. ربنا زعل من إبليس وطرده من الجنة علشان رفض يسمع كلامه. ربنا دخل آدم الجنة وقال له كل زي ما تحب، بس في شجرة واحدة ما تقربش منها. آدم كان لوحده، فربنا خلق له حواء علشان يعيشوا مع بعض في الجنة. إبليس جه لآدم وحواء وقال لهم كلوا من الشجرة هيخليكم زي الملائكة، فصدقوا وكلوا منها. لما كلوا من الشجرة ربنا زعل منهم ونزلهم من الجنة للأرض علشان يتعلموا ويشتغلوا. بس آدم وحواء ندموا ودعوا ربنا، فربنا سامحهم وعلمهم يعيشوا على الأرض. أصحابي، أتعلمنا إيه من قصة سيدنا آدم عليه السلام؟ اتعلمنا من قصة سيدنا آدم إننا نسمع كلام ربنا دايماً وما صدقش أي حد يوسوس لينا بحاجة غلط، وإن ربنا دايماً بيحب التايبين وبيسامح اللي يرجع له.